تجي انت يا فرخ من عندك في مصر عندك الإثباتات وعندك الأدلة على أن الصحراء مغربية. منين عندك الأدلة؟ إذا كانت المبعوثين تاع هيئة الأمم المتحدة وتاع الأمريكان ما قدروش. جيمس أنت خير من جيمس بيكر، تفهم أنت أحسن من جيمس بيكر ولا من خافير سولانا ولا من مانيش عارف من شحال من واحد فات على الملف تاع الصحراء الغربية، شحال بيريز دي كويلار واسماء هكذا. يعني أنا من اللي شفيت ونتذكر مبعوثين يجوا تبعثهم الأمم المتحدة ولا تبعثهم الولايات المتحدة الأمريكية يا راجل، الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية لم تتكلم عن هذا الموضوع. مثل مصر بلادك الموقف الرسمي تاع السيسي تاع بلادك محايد. ما قال مغربية، ما يقولش السيسي كي تقولوا مغربية يقول لك لا أنا ما قلتش مغربية. وما قال دولة مستقلة، محايد. هذا السيسي تاع بلادك، نفس الموقف تاع بلادك هو الموقف اللي دارته تونس ودارته الكثير من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية. محايد نتفهموا مليح. الجزائر قلت لك مش محايد، الجزائر قلت لك موقف هيئة المتحدة. يا خويا بينك بين هيئة المتحدة، بينك بين المجتمع الدولي، بينك بين شعبك، الله يسهل عليك. إذا قلتوا باللي قالوا الصحراويين في تقرير مصيرهم قالوا احنا رانا مغاربة مبروكين، مش مبروك واحدة، مبروكين زوج. قالوا رانا صحراويين مستقلين، حقهم ما تسالهمش، حقهم. هذا هو الموقف تاع الجزائر، وهو موقف يتطابق مع كل المجتمع الدولي ما عدا بوسبير اللي تريد هذه الأرض غصبا. تجي انت تتهم، تجي تدخل خنشوشك، تدخلوا نيفك، تدخلوا في موضوع لا يعنيك ولا يخصك في شيء. انا نقول لك علاش تتدخل انت وامثالك. انتم تتدخلوا طمعا في المال، طمعا في الفلوس تاع الادسنس، لا اكثر ولا اقل. موضوع لا يعنيك، لا يخصك في شيء. وانا قلت لك في الرد نتاعي احنا والمغاربه منذ فجر التاريخ، والله غير منذ يغرطة، وهي الحروب ما بين الجزائر وما كان يعرف بالمغرب الأوسط والمغرب الأقصى منذ فجر التاريخ. روح أبحث، وإحنا متضاربين معهم في حروب، نتصالحوا ونتضاربوا، نتصالحوا ونتضاربوا. لو كان الآن تروح للحدود الجزائرية المغربية في تلمسان ولا في بشار ولا الشعب من بعيد لبعيد يحيي البعض والبعض ويرفعوا العلامات، ترفع العلم الجزائري ويتضاربوا ايضا، ويروحوا ثاني يعايروهم الجزائريين منه والمراه كيعايروهم. يا رانا نعرفوا صلاحنا، احنا ما راناش محتاجين اي جنس اخر يدافع علينا. احنا الجزائريين قدها وقدود، نجيبوا حقنا باللسان وبالذراع، ما نجيبوا حقنا نعرفوا كيفاش نجيبوه، نلقفوه من فم السبع. والمراركه نفس الشيء، المراركه مش محتاجينك انت يا داخل، انت والعصابه هذه تاع المصريين اللي ظهرت فجأة مانيش عارف ظهروا، ليس حبا في المغاربه ولا حبا في الجزائريين، داخلين المصروف، البطاله كلاتكم داخلين يدخل اشتم الجزائر وسب الشعب الجزائري، تجيك المشاهدات من الجزائريين وتجيك المشاهدات من المغاربه، تدخل دراهم. هذا هو شغلكم، ما تحشموش، ما عندكمش اخلاق، بطال روح اخدم على روحك. ولا عندك مصري نعطيك انا الملفات اللي تقدر كمصري تناقشها، ما تروحش تناقش مصطفى بونيف. انا يا عندي اقراني ونظرائي في المروك، عندي كاينين ما شاء الله، وكلهم سمعت كلامهم الجميل، كلامهم الرنان. أنا سمعت أنا وش راه يقول الفيزازي، وش قال برنوس، وش قال السليمي. أقوياء الحجة ضعفاء الحجة بيني بينهم. أنت روح إذا حبيت تبحث في بلادك، روح شوف النيل اللي راه ينشف لكم فيه أثيوبيا، تنشف فيه أثيوبيا اللي بنات لكم سد، قلت لكم بلا هارون غير يعقب الماء هنا نفرغوه هنا، نعمر السد نتاعي ومن بعد اشربوه والله يسهل عليكم. انا الى وقت قريب ما كناش والله الشعوب، يعني شوف حسني مبارك في وقته والله ما كنا نعرفوا باللي النيل هذا نحسبوه لمصر فقط. انا كنا نعتقد انه المنبع في مصر، ينبع من مصر، وكانت هذيك مصر هبة النيل كنا نقراها، كنا نحسبوها صح فعلا انه النيل هذا لمصر. جاتكم اثيوبيا والدول اللي تحت هذوك روحوا فروها معهم،
رايحين ينشفوا عليك النهر، تجرأ عليهم وتكلم عليهم ودير لهم يوتيوب واحكي عليه. موضوع الجزائر والمغرب خاطيك، الجزائر والمروك حطوا وراء ظهرك، خاطيك، مش لا يخصك ولا يعنيك في شيء. وسبق لي وانا قلتها وجماعه عاتبوني بعض الاصدقاء قالوا لي مصطفى علاش تقول بلي نتصالحوا بين احنا والمروك؟ ها ممكن، امر غير مستبعد ان نتصالح، لاننا فيما سبق ضاربنا وتصالحنا، ضاربنا وتصالحنا، عائله واحده. ما عندك هذا الكلام انا نقوله فوق قلبي، ولكن كاينه واقع الله غالب. انا من دعاة بناء جدار سور الصين العظيم بينه وبين المروك، انا من دعاة بناء هذا السور، ولكن على بالي اولا واخرا ما كانش لي ضامن، ماناش ضامنين المستقبل، لانه الكثير من الاشياء تجمع ما بين الجزائري والمغربي والتونسي والليبي والموريتاني والصحراوي. حنايا لو كان حب ربي رانا درنا كتله واحده، هذه الدول اللي ذكرتها، الجزائر وتونس والمروك والصحراء الغربيه وموريتانيا وليبيا، 6 دول، كنا قادرين نديروا اتحاد رائع نقدروا نقابلوا به المجتمع الدولي. ولكن للاسف الانانيه تاع الملك والعنجهيه تاع العائله المالكه خلت الامور حابسه متوقفه. حاب يولينا رب سيدي، حاب يولي رب، قال لك نلحق انا للسنغال، قال نوصل للسنغال انا نسال فيها. حبسنا الاتحاد الافريقي، فريناه، طلعوا الفرامه في الوقت اللي كانوا رايحين يتباحثوا باش يديروا وحده افريقيه، ياك وحده مغاربيه، خرجوا لنا بالخرجه هذيك تاع الفيزا وغلق الحدود، وقال لك الجزائر راهي تصدرنا في الارهاب. هذه حكايتها. بصح انت يا المصري لها بمشاكلك، لها بقضاياك يا راجل، لها بقضاياك، خاطيك هذا الامر كبير عليك، كبير بزاف، انك تسترزق منه. انا نشوف فيك تتكلم بالدين، روح اسال العلماء نتاعكم، قول لهم يجوز لي هذا المال او لا يجوز. الجزائر عندها علماءها وعندها الخبراء تاعها راهم يفصلوا في هذا الامر. احنا كي نتكلموا في موضوع الصحراء الغربيه نحن نتكلم عن يقين وعن علم، مش كيما انتم. ولما يتكلموا المغاربه نفس الشيء. بصح انت المصري لا، هذا الموضوع ما يخصكش. روح شوف شغالك، روح والله، روح شوف قضيه شيرين مع خطيبها، ولا مع هذا الراجل اللي يتزوج وتطلق، روح ابحث في هذا الموضوع. خاطيك احنا، خاطيك بعدنا بالسيف والله، استرزق من جهه واحده اخرى. ما تجيش تجيب سيرتي انا في فيديوهات. كان انا بيني بين المراركه راهم شبعانين فيا سب، وراني شابع فيهم سب. بيناتنا نتقاتلوا بالموس، نقطعوا بعضنا، ما كاش لساننا. بصح انت واش دخلك؟ واش حما بنديرك؟ ما تحشمش. انا والله غير البارح فقط انتبهت للفيديو نتاعك هذا، تذكر اسمي وتدير لي فيديو تحكي عليا مك. قبلاش انا، هذه امر غير مقبول، ما نتحملوهش. حتى هذاك دي العبره من اللي سبقوك، راني نقول لك انا ما نحبش، كاين اسرار ما نحبوش نتكلموها. دي العبره من اللي سبقوك، تراك مصري، احترم النظام تاعك. السيسي يجي عندنا هنا، السيسي يجي هنا للجزائر، والجزائر تروح عنده، ونديروا اتفاق تاع غاز واتفاق اقتصادي وكذا، وما فرخ كيما انت يدخلوا يسبوا الجزائر شعبا وحكومه ويدخلوا في. علاش احنا الجزائريين مسموح لنا ان ندخلوا في القضايا المصريه؟ مسموح لي انا نحكي على التاريخ المصري، ولا نحكي على علاقات مصر؟ ما عنديش الحق نتكلم في هذا الموضوع. راكم الله يبارك يا داخل مصر كاين منك الوف، موجود عندكم خبراء واستراتيجيين وسياسيين وادباء ومحللين و يحكوا على الوضع المصري والشأن المصري وعلاقات مصر. وانا جزائري نحكي على بلادي، انا جزائري. انا لما نتكلم على العداوه تاعنا مع المروك انا جزائري، ويحق لي ما لا يحق لغيري. تجي نتايا طبع بكرشك، تجي داخل بكرشك ادسنس باش تربح من جوجل ادسنس، تدخل تسبل. وانا من هذا المنبر نقول للشعب المغربي، نقولها للمراركه، حبسوا ما تتبعوهمش، خافوا ربي ما تتبعوهمش. انا عندكم ابرنوس، روحوا تبعوا ابرنوس، تبعوا سليمي، تبعوا البهيم تاع الفيزازي، ما عندكم تبعوا ولاد بلادكم. والجزائري نفس الشيء، خلونا من المصاروه هذو يرحم والديكم. ديزابوني كانش كيفاش ديزابوني من عنده، راهم داخلين يسترزقوا، ليس حبا فينا، والله ما عندهم ذره نتاع حب لينا، ما يحبوناش. اللي يحبنا راه ساكت. المصريين
طيبين، كاين فنانين كبار جاو يفتحوا لهم الموضوع نتاع الصحراء الغربيه، قالوا ما نحكوش في هذا الموضوع. كش من نهار سمعت انت عادل امام حكى على، كان سفير، على بالكم عادل امام كان سفير النوايا الحسنه لدى هيئه الامم المتحده، وحكى على الصحراء الغربيه من باب اللاجئين، رعايه اللاجئين، مش من باب انها مغربيه او ليست مغربيه. كفنانين كبار ما تكلموش في هذا الموضوع، مصريين ترفعوا على هذا الموضوع، كبروا عليه بزاف، ما دخلوش رواحهم. هذا امر لا بصح كي يتكلم فيه فنان جزائري ولا فنان مغربي، هذا حقهم، راهم يتكلموا في اطار حقهم. احترم روحك. أنا أول مرة نرد عليك، أنا ما شفتكش من قبل، والله ما شفتك. لو كان شفتك كان عندي موضوع كلام آخر نقوله لك من قبل. تأدبوا وتربوا، ما ربوكمش والديكم، ربوكم حنايا، والله غير ربوكم، نعاودوا لكم التربية. وراني نقولها أيضا للشعب المغربي، حتى اللي يكرهنا واللي ما يحبناش، نقول له ما ودي معليش، حنا رانا متقاتلين، رانا خالو بن خت، أنا رافد لك العصا وأنت رافد لي العصا، نضاربوا، نكسروا عظام بعضنا البعض، نعودوا ما نقدروش نوقفوا. ولكن هذا الكلاب ما تخلونهمش الفرصه يترفهوا، يغتني على ظهرك. علاه يغتني على ظهري انا؟ علاه؟ علاش تعطوا لهم الفرصه انهم يولوا اغنياء على ظهورنا؟ ديزابوني من عندهم. عندك سلاح واحد تقدر تستخدمه، هو انك دير له بلوك وديزابوني، تلعب على روحك. يهمنيش امرك. ما من الجزائريين فيقولها شويه. الموضوع هذا النزاع اللي ما بينه وبين المروك نحلوه بيناتنا احنا الجزائري والمغربي، بيناتنا رانا متقاتلين، رانا روعه. شويه ترباو وتأدبوا، والله العظيم. واحد كي يدخل والله ما يحشمش، داير فيديو ويرد عليا انايا، مصري يرد عليا انا على اخر الزمن. احنا ما وشناش. عماد فواز قال متزوج بمروكيه، قالوا لي راه ماكل القريقري تاعهم السحر تاعهم، قال خلي عليه ينهك. صح انت وش يعني حاب تزوج المروكيه تزوج، ولا ندب على راسك؟ انا على تجيب سيره الجزائر؟ وش داك الجزائر؟ والله يتوجعوا القلب، اقسم بالله العظيم. واحد يكون في امان الله. والله رانا حابين نحكوا في مواضيع اخرى.